المواطن المنشكح الدكتور يحيى عبد الشافي، اخصائي روماتيزم. انا جاي النهارده اشارك حركه الحريه للجدعان في وقفتها ضد الظلم اللي بيحصل، اللي انا تعرضت له شخصيا لمجرد وقوفي بيافطه في ميدان السيده زينب لمده 10 دقائق. تم اعتقالي بطريقه قسريه واحتجازي في سياره تويوتا بتاعت الداخليه لمده ساعتين في شارع خيرت ناحيه ميدان لازوغلي، وبعدين قعدت في قسم السيدة زينب 7 ساعات متواصلة معزول عن العالم الخارجي. طلبت تليفوني اتصل بمحامي، رفضوا. اتصل باهلي، رفضوا. وهذا هو الدستور اللي قالوا عليه انه بيكفل الحريات. انا نزلت عشان قمع الحريات اللي بيحدث، تشويه الثوار، القبض على الاعلاميين، منع البرامج المخالفة او التي تقول رأيها بصراحة في النظام الحالي، اللي هي بتنصحه بطريقة سلمية او ساخرة. فانا قررت ان انا اعلن رأيي بطريقة ساخرة. فجت فكرة انا منشكح من الاستقرار كفلسفة تحفيز العقل الباطني عن طريق السخرية في محاولة لتعديله إلى نظام صالح، من نظام فاسد إلى نظام صالح. الحمد لله رد الفعل على المستوى الثوري والشبابي والشارع كان رد فعل جيد جدا جدا جدا، على فوق المتوقع اللي أنا كنت بتوقعه. الحمد لله. نظام بيخاف من السخرية يبقى نظام ضعيف، نظام بيقمع الحريات يبقى نظام ضعيف. الثوار اللي هم أتوا بهذا النظام ده تنكر لهم وحبسهم. وأنا سمعت من مصدر موثوق به إن هم بيتعمدوا إن هم يخلصوا من ثوار يناير، وأظن هذا ملاحظ لأي إنسان عنده مسكة من عقل. سنكافح وسنقاوم بالانشكاح، حتى محدش هيقدر يموت الفكرة بتاعتنا أبدا إن شاء الله. والحمد لله في استجابة عالمية إلى الآن الحمد لله للموضوع ده. في لندن واحدة وقفت قدام السفارة منشكحة، وفي ليبيا، في الكويت، في قطر. وإن شاء الله الفكرة لن تموت وسنستمر في الكفاح.